اهلا بيكم. واسعار الاراضي الاكثر تميزا. الاكثر تميزا يعني احنا بنتكلم في اسعار اراضي غاليه، يعني احنا بنتكلم في الناس لازم يكون معاها فلوس، احنا بنتكلم في تكون الاولويه للدفع بالدولار. فاي حد مهتم يعرف في اسعار الاراضي الاكثر تميزا في كل المدن المطروح للمتميز، حضرتك تابع الحلقه دي وهنقول لك عدد القطع واسعار الاراضي، وطبعا للي حابب يستفاد لانها موجوده في اماكن حيويه جدا، كان بقى في الشروق والعاشر من رمضان واكتوبر، كلها مدن تتباع وانت واقف مسافه ما تاخد قرار التخصيص. يعني مش هتغلب في بيع الاراضي او في اعاده استثمارها، او حتى لو انت بنيت بيت وبعته القشوع هيتباع وانت لسه بتبني فين؟ في اول دور. اول مدينه عندي مدينه ال 15 مايو، عدد القطع 32 قطعه. المساحات طبعا ده اكثر تميزا، فمساحات كبيره. المساحات يا جماعه من 427 متر حتى 992 متر. ودي طبعا الناس بقى اللي بتفكر استثمارات كبيره ان هو يبني حاجه كبيره بقى كده تتقسم مثلا اربع خمس شقق وحاجات زي كده، ويبني حاجه قيمه، او حتى يقسمها قطعتين ثلاثه، بس طبعا دي كقطعه واحده تقدر تستفاد عشان نسبه برضو البناء يبقى على نسبه اعلى، فتقدر تستفاد من من الموضوع ده. سعر المتر يا جماعه 8935. ده فرص استثماريه، ولكن الاولويه للدفع بالدولار. المقدم بتاع قطع الاراضي دي 350 الف جنيه زائد 1000 جنيه مصاريف استعلام. خلي بالكم 350 الف جنيه دول بيدفعوا مصر، مفيش اي مشكله، مفيش اولويه فيهم يعني. ولكن طبعا اي حد هيكتب نسبه الاستكمال كام بالدولار، اللي هيقدر يدفع بالدولار يقول انا هدفع بالدولار. نسبه الاستكمال 100%، ده اللي هيقدر تيجي له الشقه، تيجي له قطعه الارض ولا ويستفاد من هذه المواقع المميزه. طب هيحط بقى بالجنيه المصري، هتتركن شويه لغايه لما يخلصوا بتوع الدولار. تاني مدينه طبعا مدينه 6 اكتوبر، ولا غبار على مدينه 6 اكتوبر، هي من اكتر المدن. طبعا ده بقت زحمه زي وسط البلد، وبقت اكتر كمان من وسط البلد. مدينه 6 اكتوبر عدد القطع اللي فيها 17 قطعه، المساحات من 700 الى 1000 متر. ودي خلي بالكم في اماكن مهمه جدا في السياحيه، وعارفين انتوا الاراضي اللي مش ورا مول العرب، اللي امام مول العرب الناحيه الثانيه، فيعني في مواقع ممتازه جدا 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 جنب نادي الصيد والحتت دي، فحتت في غايه الجمال. سعر المتر فيها 12085. واحد يقول ده متر يا فندم، متر غالي ده انت بتاخد خلي بالكم الاسعار دي هناك يا جماعه مش موجوده خالص. انت هتاخد قطعه الارض، انت لو بنيت عليها 4 ادوار انت بايع سعر المتر في الاربعه، انت بتبيع سعر المتر هناك دلوقتي ب 15000 وب 10، وفي بيقول لك 20000، وفي فيلل هناك واصله بارقام خزعبليه. فانت لا، قطعه الارض هنا بسعر المتر هنا ب 12058، وده سعر بالنسبه للمنطقه هناك سعر مميز جدا. رقم 3 مدينة الشروق، ودي غنية عن التعريف. طبعا الشقق هناك برضو أرقامها بقت خزعبلية، وشقق مش كمان بيوت وفلل، لا لا كشقق. اول عدد القطع 4. طبعا الطرح اللي فات ده كان عدد القطع قطعتين يا سيدي، مش عارف ليه هم مقرطين شويه، بس طبعا عشان يا جماعه هم بيحاولوا يغربلوا المدن ويشوفوا القطع اللي ينفع تطرح، لان طبعا دي مدن بقت خلاص عامره وخلاص. ده طرحوا يا جماعه بعديها بدر، وبعد بدر حدائق العاصمه، وبعد والمستقبل. كل المدن دي هي هي دي المستقبل في الطرح الجديد، بس طبعا هم عندهم قطع اراضي بيحاولوا يستغلوها في هذه المدن. عدد القطع 4، المساحة 864، ودي مساحة كويسة. سعر المتر 11070. وزي ما قلت لكم برضو ده بالنسبة لسعر مدينة الشروق سعر كويس. ده بالنسبة لمدينة الشروق. أنا عايز أقول لكم لو أنت رايح منطقة شعبية دلوقتي هتلاقي سعر المتر في الأرض أكتر من كده، لكن أنت بتاخد في منطقة فيها كل الخدمات وفي مناطق فيها كل حاجة بهذا السعر. ولكن زي ما قلت لكم كده الأولوية بالدفع بالدولار، فأنت يعني فرص مش سهلة شوية. ولازم يكون المبلغ ده محطوط في حسابك قبلها ب6 شهور، يعني ما ينفعش واحد يروح محول فلوسه بالدولار عشان يدفع. الموضوع هم عاملين حساب الحركات التانية. رقم 4 مدينة العاشر من رمضان، ودي مطروح فيها يا جماعة 3 مواقع. الحي التاسع مجاورة 67، والحي التاسع مجاورة 72، والحي التاسع مجاورة 73. الحي التاسع مجاورة 67 مطروح 4 قطع، مساحة القطع 679 حتى 792 متر، ودي سعر المتر 5925. عندك المجاورة ال 72 عدد القطع 4 قطع برضو، يعني 4 و4 و4. المساحة 360 حتى 567، الأسعار 7895 جنيه. الحي التاسع مجاورة 73 عدد القطع 4، يعني كده العاشر من رمضان 12 قطعة.
المساحة بتاعتهم من 648 حتى 702، السعر 7020. طبعا انا ممكن ما ابقاش فاهم قوي في الحتة دي، لان انا العاشر من رمضان يعني ما زرتهاش كتير، زرتها مرتين ثلاثة يعني، ولكن طبعا اكيد الناس هناك ممكن يبقوا ادرى بهذه الاسعار وهذه المواقع الاستراتيجية وهذه الاماكن اللي ممكن تحقق زي ما قلت لكم كده ايه، انت ممكن تبني عليها وتحقق منها ارباح كويسه جدا. ولو مش قادر تبني، انت الحاجات دي شركات بتاخدها وبتحقق لك منها ارباح كبيره يعني. ده بالنسبه لاسعار وعدد قطع الاراضي الاكثر تميزا. انتظرونا في حلقات خاصه بالاراضي المتوسطه والاراضي المتميزه. خلينا ان شاء الله نتابعكم ونجيب لكم كل المفيد وكل الجديد وحلقات جديده ومهمه جدا. ونتمنى لو انت مش متابعنا تابعنا الفتره اللي جايه دي، لان احنا هنحاول نجيب لك كل ما هو خاص بقطاع الاسكان عموما، كان اراضي او شقق. شكرا لكم واشوفكم بكل خير. شكرا لكم والى اللقاء كل المتابعين.